السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، هنعمل غدوة سمك مقلي كده، سهلة وسريعة وبسيطة وما تاخدش معاكي وقت حرفيا وانتي واقفة في المطبخ. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة عندي سمك بولتي هنا متنضف كويس قوي بره وجوه ومتشال القشر بتاعه. وعندي التتبيله اللي هعمل بيها السمك. عندي حوالي 8 فصوص من الثوم، قرن فلفل بارد متقطع، التوابل بتاعتي كمون، كزبره، ملح. عندي كمان عصير ليمونه كبيره، عندي ربع كوبايه من الخل، معلقه صغيره من هريسه الشطه. هحط كل التتبيله او مكونات التتبيله بتاعتي في الكبه زي ما انتوا شايفين معايا كده. حابة تستغني عن هريسة الشطة طبعا شيء يرجعلك، بس هي بتبقى يعني بتديه طعم حلو قوي كده، حراق بسيط. هضربها كويس قوي لغاية لما يبقى قوامها خشن الى حد ما، مش ناعمة قوي مش مية يعني، زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعدين هجيب السمك بتاعي المتنضف كويس قوي ورش عليه ملح وعصر عليه ليمونة عشان الزفارة. تمام. بشيل بقى قشر الليمون بتاعي ده وبركنه، مش برميه لاني برجع استخدمه. واتبل السمك بتاعي كويس قوي بره وجوه. طبعا قبل ما استخدم التتبيله هشيل منها جزء على جنب هنستخدمه اثناء الفيديو، هقول لكم باذن الله. هتبل السمك بتاعي بره وجوه زي ما انتوا شايفين كده معايا، عشان اطعم لحم السمك من بره ومن جوه، وكمان بيدي ريحه حلوه قوي اثناء القلي. تمام. انا بحب في القلي بتاع السمك البلطي بحب الحجم الوسط ده، ما بحبش الكبير قوي. هنا كنت خلصت كل الكمية بتاعتي وركنتها شوية على جنب عشان تشرب من طعم التتبيلة. هنيجي بقى هنا في حلة على النار هنعمل رز الصيادية اللي هيتقدم جنب السمك. عندي حلة على النار هحط فيها زيت، طبعا حلة سخنة، هحط فيها زيت وبصلاية مفرومة. تمام. هنا هحط طاسة هنا جنبي فيها زيت، هسخنه عشان احمر فيها بدنجان جنبها. هشوح البصلايه او هحمرها لغايه ما تاخد اللون البني الفاتح. هنا عندي بدنجان مقطعاه صوابع سميكه ورش عليه ملح وركناه في مصفى عشان ينزل اي ميه زياده فيه عشان ما يشربش زيت اثناء القلي. تمام. هنا الزيت بتاع البدنجان كان سخن معايا، هبتدي انزل البدنجان بتاعي عشان احمره زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اكلة السمك تبقى مفيش يعني حاجات كتير قوي جنبها، السلطة وطبق واحد بس إيه جانبي، ما بحبش حاجات كتير قوي يعني السمك والرز والسلطة طبعا دي اساسي، وحاجة واحدة بس اقليها، ما بحبش اقلي حاجات كتير. رجعنا هنا للرز بتاعنا. بعد ما البصلة اخدت لون ذهبي او لون بني فاتح، هنزل عليها بقرن فلفل متقطع صغير، وبعدين هنزل عليها بمعلقة من تتبيلة السمك اللي كنا شايلينها من الاول، واشوحهم كويس قوي مع بعض. طعم الرز ده بجد حلو حلو جدا، وان شاء الله تجربوه يعجبكم. بعدين هنزل عليهم بطماطمية متقطعة مكعبات صغيرة يا اما مبشورة اللي يريحك. هسيبهم بقى لغاية لما الطماطم احسها اتسبكت تماما معاهم زي ما انتوا شايفين كده. الرز ده مختلف قوي عن الرز الصيادية العادي اللي بنعمله بالبصلة بس. هنا كانت الطماطم اتسبكت معايا، هنزل عليها بكوباية ونص من المية طبعا السخنة زي ما كنا متفقين قبل كده، معلقة صغيرة ونص من الملح. تمام. لكل كوباية من الرز معلقة صغيرة من الملح زي ما اتفقنا قبل كده. نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون. هديهم تقليبة، وكمان حطيت معاهم معلقة صغيرة من السكر بس تقريبا اتحذفت مش عارفة. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض عشان المية تاخد من طعم الخضار. وهنا بقلب البدنجان بتاعي وهو بيتحمر.
اكله بجد سهله وبسيطه، ما توقفكيش كتير في المطبخ. وحاولي وانتي واقفه في المطبخ تشغلي كل عيون البوتاجاز عشان ما تطوليش في المطبخ وتخلصي حاجتك بسرعه وتطلعي. هبتدي اطلع بقى البدنجان بتاعي بعد ما استوى على شبكه. بحب اطلع المقالي بتاعتي كلها على شبكه، ما بحبش اطلعها على مناديل عشان بحسها بتشرب زيت زياده وبتطرى كمان. هنا ميه الرز كانت غلت معايا. طبعا ميه الرز لازم تبقى حادقه سنه عن المعتاد عشان الرز بتاعك يطلع مظبوط، ملحه مظبوط، ما يبقاش طعمه عادب. نزلت الرز بتاعي كوبايه ونص من الرز المغسول والمتصفي، وعطيته تقليبه. هنا بعد ما تشرب هديله برضو تقليبه، وهديله بقى النار تماما، واحط كمان تحته شياطه عشان ناخد بالنا ده فيه طماطم فممكن يتلسع مننا بكل سهوله. هنا كنت هديت النار وحطيت الشياطه بتاعتي وهسيبه يستوي على نار هاديه جدا. هنا بقى كنت طلعت كل كميه البدنجان بتاعتي وهسيبها على الشبكه تبرد تماما. هبتدي بقى ابدر السمك بتاعي في الوقت ده. هجيب 3 معالق كبار من الدقيق واحطهم في كيس. انا بحب اتبل الاسماك او ابدر الاسماك كلها بالطريقه دي، تمام. وهنزل السمك بتاعي وافضل كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها ابدر السمك بتاعي. طريقه بجد سهله وبسيطه، بتاخدش وقت، وكمان ما تبهدليش ايديا وما تبهدليش الدنيا. هنا كنت خلصت كميه السمك بتاعتي كلها وركنتها على جنب، وكنت رصيت البدنجان بتاعي في طبق كده ونزلت عليه من التتبيله بتاعت التوم اللي انا كنت شايلاها من الاول، بتديله طعم جبار يا بنات. الزيت بتاعي بقى اللي هقلي فيه السمك هنا بيسخن من البدايه، وهو بارد بحط له قشره ليمون بحيث تفلتر لي الزيت وبتدي ريحه حلوه قوي، وتسخن مع الزيت اثناء ما هو بيسخن. بعدين بنزل عليهم بالسمك البولتي بتاعي عشان اقليه، تمام. كانت ريحته حلوه قوي اثناء القلي زي ما انتوا شايفين كده بقلبه. دي كانت الدفعه التانية من السمك بتاعي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده معايا، انا بحب السمك الوسط زي ما قلت لكم البولتي في القلي. هنا بقى كنت قليت كل كمية السمك بتاعتي وطلعتها على شبكة، وكمان عطيتها رشة من الكمون. وهنا الرز بتاعي كان استوى، بديله تقليبة كده بشوكة زي ما انتوا شايفين معايا. هبتدي بقى اجمع الاكلة بتاعتي واقدمها، والف هنا وشفا على قلوبكم، وتسلم ايديكم مقدما. بحبكم في الله، مع السلامة.